قصة الفيلم اليوم تبلش واحنا نشوف وحدة اسمها فيرا مخطوفة ومحبوسة، واللي حابسها هو روبرت. روبرت يطلع دكتور تجميل ويريد يطور جيل الصناعي مقاوم للحروق، ويقدر هم يحمي من لدغات الحشرات. بيوم من الأيام نشوف روبرت يعرض نظريته بمؤتمر طبي ويطلب من بقية العلماء يشاركونه بالبحث. بعد الاجتماع يرجع روبرت للبيت ويفحص عينة دم حيوان أخذها من المستشفى. وهو بالطريق بعد فترة قصيرة يروح لغرفته ويراقب فيرا من شاشة يمشر بايت. بعد ما يراقبها شوية يروح ويشوفها، ولما يدخل غرفتها ينصدم لأن هي حاولت تنتحر. فورا ياخذها للمختبر ويخيط جروحها. بعد ما تقعد فيرا تسأل ايش قد راح يستمر هذا الشيء، بس الدكتور ما يجاوب. هذا يدل انه روبرت حابسها من سنين حتى يجرب عليه. روبرت عاش بقصر معزول ويا الخادمة ماريا وكم خادم وياهم، ويبين انه ماريا تعرف ببحوث روبرت وبحبس فيرا، بس بالحقيقة ماريا من زمان تهتم بالقصر. وقت الريوق تنطي ماريا لروبرت جالون دم وتقول له هذا مسحوب من حيوان حي. بعدها روبرت ياخذ الدم للمختبر ويسوي عليه تجارب. بالمختبر مخليه هواية حشرات ونماذج دم مختلفة حتى يستخدمها بوحوث. بعدين يستخرج الجلد الصناعي من الزراعة مالته ويحطه بعينه على النموذج بدون رأس. بعدين ينقل الجلد للنموذج وبالنهاية يوصل للفيرا حتى ينقل جلدها. بعد عدة اختبارات بالحرق والبعوض يستنتج أن الجلد مقاوم للبعوض والنار. بالمشهد اللي بعدها روبرت يحضر مؤتمر طبي ثاني ويعلن أنه هو نجح بصناعة جلد صناعي مقاوم للحروق والحشرات وسماه جلد، ويقول اختراعه راح يساعد بالقضاء على الملاريا. ويضيف أنه التجربة نجحت على فأر مختبر، ويوعدهم أنه راح تنجح على البشر همين. بعد العرض يسأله كبير العلماء عن اسم جيل وطريقة تصنيع الجلد، فجاب روبرت أنه هذا اسم زوجته المتوفية اللي انحرقت، ويقول له همين أنه دمج جينات خلايا الخنزير وهي خلايا الإنسان حتى يخلي الجلد أقوى ومقاوم للبعوض. رغم أنه هالشيء غير قانوني، من يسمع كبار العلماء هذا الحكي يأمره فورا أنه يوقف البحث ويهدده أنه راح يبلغ عليه إذا ما يلتزم. وبذيك الليلة يرجع روبرت للبيت ويراقب فيرا بالكاميرا، وبعدين يدخل غرفتها ويقول لها انه خلص التجارب عليه، ولان ماكو شغل بعد تسأل فيرا عن مستقبلها. هو يبقى ساكت. بعدها تعرض عليه يتزوجها ويعيشون سوا، وهذا الشيء خوفه ويطلع فورا من الغرفة. بعدين ماريا تنصح روبرت يتخلص من فيرا بسرعة لأن تشوفها تشبه زوجته المتوفية وممكن تسبب له مشاكل بالمستقبل. بس روبرت يقول مو مستعجل ويطلب منها انه تطرد كل الختم حتى يبقي فيرا فترة أطول. باليوم الثاني بينما الخدم بيطلعون يجي رجال لابس زي نمر للبوابة، يكشف الماريا انه هو ابنها اللي ما شافته من 10 سنين. تتأثر وتدخله وتنطي أكل. وبينما زي ياكل يطلع خبر سرقة بنك بالتلفزيون. من الخبر تعرف ماريا انه زي واحد من الحرامية الهاربين. لما يتواجه يعترف فورا ويلوم صديقه لانه هو ما طفى الكاميرات. بعدها يقنعها يخليه يبقى يمها كم يوم. بهالوقت يشوف فيرا بالكاميرات وينصدم من جمالها ويسأل أمه وين فيرا، بس ترفض تقول له. بعد ما ترفض يربطها بالكرسي ويبدي يدور على فيرا. بالنهاية يلقى غرفتها ويحاول يعتدي عليها، وخلال هذا يقول انه هو مستغرب يشوفها عايشة. يطلع انه فيرا تشبه بالضبط زوجة روبرت المتوفية جالي. بعد لحظة يوصل روبرت للقصر ويشوف ماريا مربوطة، ويشوف زي ويا فيرا بالكاميرات، فيحصب ويركض للغرفة ويطلق عليه النار وياخذ فيرا بحضنه. بعد فترة بينما ماريا تنظف الدم من الشرباية تقول لفيرا انه زي وروبرت كانوا اخوان بس ما حد يعرف، وتضيف انه زي كان ابنها من زميل عمل بينما روبرت، وهذا يعني انه هي ام روبرت الحقيقية بس هو ما يعرف. بعدين فيرا تسألها ليش زي تصرف وكأنه يعرف، فتجاوبها انه توقع انه هي زوجة روبرت قال لين كانت كلش تشبهها. تكمل ماريا وتحكي انه طفولة روبرت وزي كانت مختلفة تماما. روبرت تربى بعائلة غنية وصار دكتور، بينما زي كبر مجرم بالشارع. وتقول انه روبرت وزوجته قال كان عندهم بنية اسمها نورما، كانوا عايشين بسعادة. بس كل شيء تغير يوم زي اجى للبيت وماريا خلته يسكن بالبيت عندهم. لما زي التقى قال حبوا بعض بسرعة وهربوا بالسيارة، بس صار حادث بالنص. زي هرب وترى قال بالسيارة المحترقة. لما لقاها روبرت كانت تموت ووجهها مشوه، واعتنى بيها ليل ونهار حتى شال كل المرايات من البيت حتى ما تشوف نفسها. وبمرور الوقت تحسنت بس وجهها ما رجع مثل قبل. بيوم من الأيام وهي تشوف بيتها من الشباك شافت انعكاس وجهها وفقدت الأمل بالحياة وشمرت نفسها من الشباك وانتحرت. جسمها وقع قدام بيتها وسبب لها صدمة نفسية طول حياتها. بعدين تقول ماريا إن بنت روبرت همين انتحرت بعدين وشمرت نفسها من نفس الشباك. ذيك الليلة روبرت وهو نايم يحلم بموت بنته. وترجعنا القصة قبل 6 سنين كانت بنته تتعالج من صدمة موت أمها. بيوم روبرت وبنته يحضرون حفلة مزدحمة وبعدها تختفي فجأة. يدور عليها ويلقاها مغمى عليها يم شجرة، ولما يقعدها تصيح وكأنه هو جاي يعتدي عليه. بنفس الوقت فيرا تحلم بشخص اسمه كريستينا يشتغل ببوتيك أمها وعنده إعجاب بكريستينا اللي تشتغل وياهم وهي مثلية. بعدين يحضر نفس الحفلة. بعد فترة كريستينا يعتدي على بنت روبرت بالحديقة
وفجأة بنت روبرت تجيها نوبة قلبية وتصيح وتعض إيده، فيضربها على وجهها وتفقد الوعي، وبعدها يرتب ملابسها ويتركها ويروح. بعد أسبوع روبرت يلاحق فيستينا ويصدم دراجته ويخطفه ويحبسه بالقبو ويقيده. الشرطة تبلغ أم فيستينا أنه دراجته مكسورة قرب الجرف ويمكن وقع بالبحر، بس أمه ترفض تصدق وتقول هو بعده عايش. بعدها روبرت يزور بنته بالمستشفى، مستشفى الأمراض النفسية، بس ترفض تعترف أنه هو أبوها وصارت تخاف من كل الرجال. بهذاك الوقت روبرت يعذب فيستينا ويقيده بدون أكل ولا مي، بعدين ينظف ويعطيه أكل وينقله لمكان أحسن. بعد أيام بنت روبرت تموت، وحتى يهرب من حزنه قرر يسوي تجربة جديدة، فيزين شعره وياخذ غرفة العمليات ويجيب دكاترة ويسوي موافقة مزيفة حتى يسوي له عملية تحويل جنس. تنجح العملية ويتحول الأنثى، ويقعد ينصدم انه هو صار مو رجال. بعدها روبرت ينطيه اجهزه طبيه حتى يكبر الاعضاء الانثويه مالته ويتابع العلاج، ويقول له انه خطفها بسبب اللي سواه بنته وما عنده خيار غير انه يطيعها. بتمر السنوات يتحول فيستينا الفيرا اللي نشوفها بدايه الفيلم، بعدين تحاول تهرب بس روبرت يسد الباب وتحاول تنتحر وهو ينقذها ويسميها فيرا ويحبسها بغرفه خاصه. خلص وقتها بهاي الغرفه تتفرج تلفزيون وتسوي يوغا. بعدها يجيب ماريا حتى تهتم بالبيت وفيرا. يرجع الفيلم للحاضر ونشوف ماريا مو عاجبها انه فيرا تتمشى بالبيت، وحتى روبرت يخليها تروح ويا ماريا للسوق. بعدين زميل روبرت يجيب جريده بها صوره فيستينا ويتهمه انه كذب عليه بخصوص موافقته على العمليه، بس فيرا تدافع عن روبرت وتقول له هي وافقت لان هي كانت تريد تصير امراه. بعدها يطلع الزمير وروبرت يشكر فيرا، وبليله من الليالي وهم سوا فيرا تنزل تجيب ايس كريم، بس تاخذ مسدس من الجرار وتحطه بالجنطه قبل ما تصعد وتشوف صورتها القديمه لما كانت في السينما. بعدها تدخل الغرفه وتوجه المسدس على روبرت وتعترف انه هي كذبت بشأن حبها إليه وتقتله. ماريا تسمع الطلقه وتجي للغرفه بس هي هماتين تنقتل. باليوم الثاني فيرا تروح البوتيك امها وتقابل كريستينا وتحكي لها قصتها بالتفاصيل. كريستينا تبكي وبعدين تثبت انه هي فيستين من خلال فستانها القديم. تنتهي القصه لما تقول لامها انه هي ابنها فيستينا. ولهنا نوصل وياكم نهاية القصة، إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم. انتظرونا فيديو جديد، قصة جديدة. تحياتي.